مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ النهارده عملت كده حاجه انا شفتها وعجبتني قوي. بس انا هقول لكم على رايي فيها بصراحه في اخر الفيديو، بس يا ريت تخليكم معايا لاخر الفيديو عشان ما تندموش بجد. انا شفتها، حسيت انها حاجه جميله قوي وسهله وبسيطه، وفعلا ممكن تتعمل كده فطاير لاخر الليل، يعني لجوع اخر الليل. وبدات اعملها فعلا وعملتها، وهقول لكم بالظبط هي ايه بس في نهاية الفيديو. انا حطيت كده كوباية ونص. انا يعني انا كويس ان انا ما بعملش كميات كبيرة، انا بعمل كميات صغيرة. فانا حطيت كوباية ونص مية دافية، حطيت معلقة سكر، وما حطيت نص معلقة ملح، وحطيت معلقة كبيرة خميرة، حطيت معلقة سمن بلدي عشان انا مش حاطة لبن طبعا عشان الطيبات، وحطيت معلقة زيت. وبدأت أنزل بالدقيق اللي هو الحبة الكاملة. نزلت الأول بكوباية، وبعدين كوباية تانية بدأت أنزل بيها شوية بشوية. ما استخدمتش غير نصها بس، لأن الدقيق الحبة الكاملة ده يعني ما بياخدش، قصدي بيستهلك سوائل كتير. فأنا أخدت كوباية ونص بس من دقيق الحبة الكاملة. وطبعا بنختبر العجين كده لما نكون عايزينه سايل، بنختبره كده، نحط على المعلقة، على ظهر المعلقة نعمل شرطة كده، وإذا ما قفلتش على بعضيها يبقى تمام. المهم سبت الخميرة بقى كده، سبت قصدي العجينة تخمر. وهنا على الناحية الضيقة خالص بشرت تومية واحدة، فص توم واحد، وبصلاية صغيرة، وبطاطساية متوسطة. وقلت احط عليهم كده شويه ملح واسيبهم شويه علشان ينزلوا كل ميتهم. شويه فلفل برضو عندي الوان كنت مفرزاهم، وشويه خضره مفرزاهم برضو. وبدات اعصر الحاجات اللي انا بشرها دي، بشرها اللي هي الجزء الضيق قوي من المبشره. المهم صفيتهم كده زي ما انتم شايفين كده، يعني يعتبر برضو الى حد ما برضو واخده حاجات، يعني مش مكلفه خالص يعني. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسوش بس اللايك يا جماعة، اللايك على الشغل اللي انا اشتغلته. بعدين الخميرة العجينة بتاعتي اختمرت اهي زي ما انتم شايفين. بدأت انزل عليها بالمكونات اللي معايا، البطاطس على البصل على الثوم والفلفل والخضرة. خضرة مجمدة زي ما انتم شايفين، بفككها كده. وبعدين كان عندي شوية جبنة صغيرين كده موتزاريلا، وكان عندي برضو شوية اللهم صل على سيدنا محمد. لا بنسى اقول ايه. المهم وجبت طاسة كده سخنتها. انت تقدري تحطي ده لانشون اللي كنت ناسياه. انت تقدري تحطي اي حاجة يعني انت عايزاها، بس انا ما انصحكيش يعني. المهم طاسة سخنة وفيها معلقتين زيت، ونزلت بيها كده، وببدأ علشان اقدر اقلبها ببدأ الفها كده من كل جنب، واسلكها من تحت شوية بشوية. فعلا اتسلكت وفعلا شكلها حلو. بسلكها كلها لحد ما اوصل انها ايه تتحرك في قلب الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. هي اعوجت مني شوية بس، وبحط حواليها كده شوية زيت علشان تستوي كويس. واستوت فعلا من الناحيتين كويس قوي. بس هل بقى طعمها حلو؟ دي بقى المشكلة. ففعلا نتعود، مش كل حاجة نشوفها نعملها، او لما نعمل يبقى انسب حاجة ان احنا فعلا نعمل كميات صغيرة، عشان لو الحاجة ما عجبتناش ما نبقاش خسرنا حاجات كتيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. عملتها واتحمرت وادتني نفس الشكل اللي انا شفته ما شاء الله. واستوت، كانت هتقع مني واستوت ما شاء الله. واقلبها من هنا لهنا لحد ما حسيت انها استوت، وزي ما انتم شايفين كده بغطيها، يعني المفروض بتستوي كويس قوي. طيب في الاخر بقى طعمها ايه يا ترى حلوة زي شكلها كده؟ هي شكلها كفطيرة كده، شكلها حلو. بصوا منظرها، شكلها حلو، طرية وحلوة ومية مية. طعمها بقى ما عجبنيش خالص خالص، يعني بجد ما انصحش حد يعملها. مش عارفة، حسيت بطعم الحاجة اللي جواها، مش عارفة، مش حلوة خالص، مبلبظة كده من جوه، وطعمها مش حلو.
البصل حاسه بيه، فياريت ما تعملوهاش.